اخواتي، احلى صباح عليكم. الباشمهندس النهارده مش عارف انا اقول له والله، مش عارف اودي جمايل دول فين. واقف جنبي وبيعزني بطريقه محدش يتخيلها يعني. جيت اروح العمل، لقيته بيقول لي نوع عمل يعني انت مش هتشتغل. فبقول له ليه، انا عملت ايه عشان ما اشتغلش يعني؟ فقال لي لا، انت ليك متابعين كتير، وفي 8 جايين يوم السبت وأربعة جايين يوم الأحد، ووريته وبعت له التأشيرات بتاعتهم على الواتس، وحجزوا طيران وكله على المظبوط. فقال لي أنت هتمسك لنا الشغل يعني بتاعنا، دعاية وبتاع، علشان احنا محتاجين عمال، والراتب اللي بتاخده هتاخده برضو مننا، بس انت تقعد والنت هنا النت بقى، هنا يعني هنا الايه النت بقى. وبقعد اعمل انا الفيديوهات واعمل لهم السوشيال ميديا. هو اداني مطعم اتغدينا فيه واحنا جايين من الموقع، وهو صاحب المطعم صديقه، فقال له ان انا بلوجر مصري، ممكن هو انتوا بتعملوا هنا اكل حلال وكده للعرب؟ قال له اه. قال له طيب انا معايا بلوجر مصري ممكن يعمل لك دعاية للمطعم بتاعك وبتاع. وعملت فعلا وصورت المطعم وعملت فيديو ليه، فيديو محترم، والناس قاموا معانا بالواجب، اكل وضيافه فوق ما تتخيلوا، والحمد لله. وهو بيدعمني، وانا عملت الفيديو ده علشان اشكره مخصوص، عامله مخصوص عشان اشكره. واقف جنبي، عمل لي حساب بنكي وعمل لي الورق هنا، علشان تاخد ورق هنا لازم يعدي عليك سنة على الأقل أو 9 شهور. هنا كل يوم يجري معايا على البنك، على جهة حكومية، على السفارة، على والحمد لله. وفي ست أنا كنت بتواصل معاها قبل ما أجي هنا، كانت صديقة ليا يعني على الفيس، وكلمتها على الأرمينيا وبتاع، وعن طبيعة العمل وبتاع وكده. فكلمت معاها بخصوص يعني، كانت عندنا هنا في زيارة امبارح، بتيجي تطمن عليا من وقت للتاني. اسمها أليتا، أرمنية، جنسيتها أرمنية. الديانة بتاعتها مسيحية، لأن قلنا قبل كده إن الديانة هنا 97%، هم 3 مليون عدد النسمات، 97% مسيحيين و3% المبقيين مسلمين على يهود. فأنا بشكره كل الشكر، ومش عارف أقول له إيه. ثانك يو فيري ماتش. Very thanks. Alaikum salam. I very love Egypt. Only Egypt people, my brothers. شكرا ليكم، شكرا ليكم حبايبي. احلى صباح عليكم. احنا على فكرة انا مبسوط جدا لدعمكم ليا. انا كنت 400 الف متابع، بقيت 600 الف في خلال يومين، وان شاء الله بكرة او بعده هكمل المليون ان شاء الله، بدعمكم لينا ووقفتكم جنبي. انا اتحرمش منكم. وانا برضو اي حد بيحصل له اي مشكلة هنا، الباشمهندس بيقول لي انت بلغني بالمشكلة وانا احلها لك. يعني حد عمل مشكلة واتمسك، انا اروح اطلعنا والباشمهندس. اي مصري هنا يحصل له اي سوء يتواصل معايا وانا احل له اي مشكلة. اي مشكلة لاي مصري هنا يعتبر اخوه هنا، والباشمهندس معايا وبنحل له اي مشكلة. اي مشكلة ايا تكن المشكلة. السلام عليكم.